هو ليه الدراما بقت اوفر؟ ليه الدراما بقت اوفر؟ ليه البطل علشان يبقى بطل لازم يبقى خارق، يدخل خناقة، يضرب شارع بحاله، مع إننا في الحقيقة نادر قوي لما بنقابل حد بالقوة البدنية دي. ولو ست بتصحى من النوم زي القمر وفول ميك اب. عندكم مثلا مسلسل ونقابل حد، هل انتوا شايفين إن شخصية فارس أبو العزم دي حقيقية؟ اللي بيضحي بكل حاجة في حياته عشان حبيبته اللي هي مرات أخوه، ورؤية العسكري اللي طول الوقت مهتمة بنفسها حتى لو صاحية من النوم وفول ميك اب على طول. أنا مش عارفة هي كانت بتحط ميك اب وهي نايمة ولا إيه؟ وطبعا ستات كتير بتقارن بين جوزها اللي هو إنسان طبيعي وبين الرجل الخارق اللي بنقابله في الأعمال الدرامية بتاعتنا. ورجالة كتير بقوا بيشوفوا الباربي اللي هي طول الوقت على سنجة 10 ويقولوا أدي الستات ولا بلاش. والاتنين بقى سواء رجالة أو ستات دول نماذج مش حقيقية. فين النماذج اللي شبهنا اللي عندهم صراعات وتحديات شبه حياتنا؟ فين مشهد لمة العيلة وحنية الأب واهتمام الزوجة ووفاء الصديق؟ فين المشاهد الطبيعية اللي مش أوفر؟ فين الأعمال اللي لما كنا بنتفرج عليها مع بعض كلنا كعيلة كان كل واحد فينا بيشوف نفسه في شخصية، وكنا كمان بنسمي أسماء الشخصيات في العمل بأسمائنا وأسماء قرايبنا وناس نعرف؟ فلما بتظهر الشخصية دي في مشهد بنقول اسم حد من العيلة، ده خاله فلان، ده عمه فلان، من كتر ما كانوا قريبين من شخصياتنا فعلا. النهاردة بقى بالوضع الحالي للدراما ما بقاش في عمل ينفع نشوفه مع بعض كعيلة من أصله. مشاهد خارجة، ألفاظ خارجة، شخصيات غير طبيعية وغير حقيقية. أنا بقى عن نفسي كدينا رجعت أتفرج على القديم لحين إشار آخر. مش عارفة لو أنا بس اللي بعمل كده أو رأيي كده ولا في حد زيي. قالوا زمان دنيا دنيا